جايز، اهلا بكم على قناة سمر تايم. وحشتوني جدا وميرسي جدا على كل الكومنتس واللايكس والفيوز اللي انتوا بتعملوها على الفيديوهات. جات لي فيدباك كتيرة قوي على اخر فيديوين عملتهم اللي هو الهالوين والميك اب. فانا مبسوطه جدا ان يعني بدات ان انا يعني اتواصل معاكم اكتر، وده المطلوب. يعني الغرض من القناه اللي انا عاملاها دي كلها اني اتواصل مع الناس اكتر. يعني انا اليوتيوب ده مش شغلتي، انا عندي شغلانه تانية هنتكلم عليها بعدين. بس انا الغرض من الفيديوهات اللي انا بعملها ان انا يعني اعمل اصحاب واتعرف على الناس اكتر وكده واتعلم حاجات وكده. فكل اللي انتوا بتعملوه بصراحه بيفيدني جدا وبشكركم جدا جدا جدا، وبيشجعني ان انا اعمل فيديوهات كتيره على قد ما اقدر، عشان انا عندي حاجات كتيره جدا. بس anyway النهارده انا قررت اعمل فيديو يكون بسيط شويه، لان انا مستعجله النهارده، عندي حاجات كتير عايزه اخلصها. بس حاولت ان انا الاقي وقت عشان اصور لكم فيديو. فالفيديو هيكون زي مثلا get ready with me، او يعني هحط ميك اب اللي انا هستعمله النهارده وهنزل بيه، وفي نفس الوقت هنتكلم يعني دردشه عاديه. فالموضوع مش بروفيشنال او مش توتوريال، يعني حابه تعملي نفس الميك اب مش حابه تعمليه، دي حاجه انا بعملها كل يوم عادي. وبس يلا نبدا الفيديو. انا غسلت وشي عادي، انا لسه صاحيه من النوم يعني حوالي 10 دقايق، فانا غسلت وشي عادي وحطيت كريم مرطب. لو عايزين تشوفوا الروتين ازاي بغسل وشي والكريمات والبرودكتس اللي انا بستعملها، انا عامله فيديو العنايه بالبشره او غسول البشره، ممكن تتفرجوا عليه لوحده. عملت حواجبيني بس حاجه بسيطه عشان برضو بتاخد وقت. وبعد كده اول حاجه بعملها ان انا عندي في هنا كام حاجه كده عايزاهم ما يبانوشي، فهستعمل كونسيلر. كونسيلر تقيل المرايه شويه بس، وبفرشه عاديه كده. هبدأ اغطي كل الاماكن اللي انا مش عايزاها تبان، اماكن بقى بقع الحبوب او حباية طالعة. انا من يومين اكلت بينات باتر، وانا المفروض ما اكلش بينات باتر، فدي نتيجة التهور بتاعي. عندي حساسية من البينات باتر، لما باكلها وشي على طول بيبان عليه. بس anyway انا كنت بحاول الاقي حاجه افطرها وعندي في الشغل، وما كانش فيه غير توست وبينات باتر، كنت مضطره. anyway في ناس كتير بتسالني انتي منين واسمك ايه وعامله ايه واخبارك، وعايزين تعرفوا حاجات كتيره. انا شايفه ان يعني احنا في وقت مناسب، يعني دلوقتي في وقت مناسب ان احنا نتكلم، علشان خاطر انا بقالي سنه تقريبا على اليوتيوب او سنوي، ومحدش يعرف عني اي حاجه. يعني كويس ان انتوا صبرتوا عليا قوي حد كده. فانا قلت النهارده فرصه ان انا وانا بحط ميك اب كده ندردش مع بعض شويه. فانا اسمي سمر زي ما باين على القناه، ده اسمي الحقيقي. بس اسم بابايا مش تايم. انا اسمي سمر عبد الله او سمر مسلم، يعني حسب بقى انتوا بتشوفوني فين، على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. انا اصلا من مصر، ومولودة في مصر وعشت في مصر واشتغلت في مصر وكل حاجة، بس جيت أمريكا من 5 سنين في 2010 وبس. من ساعتها أنا عايشة هنا بشتغل. يعني كنت جيت دراسة طبعا، وكنت بدرس سياحة، فنادق وطيران وكده، لأن هو ده اللي أنا كنت بشتغله في مصر. وبعد كده خلصت دراسة وقعدت عملت زي internship، وبعد كده خلصت الانترنشيب جالي شغل وبس وشغالة بقى. انا كده خلاص دريت كل الحبوب اللي انا مش عايزاها، لان انا مش هستعمل، يعني انا روتيني اليومي في الميك اب ما بستعملش فاونديشن، فانا مش عايزه استعمل فاونديشن النهارده. فاللي انا بعمله بداري بس الاماكن اللي انا عايزه اداريها، وهعمل طبعا تحت العينين. بس تحت العينين انا بستعمل كونسيلر تاني. كل البرودكت عشان ما اخدش وقت كتير في الكلام، وفي الغالب انا بستعمل نفس البرودكتس اللي بستعملها في كل فيديو، انا ما عنديش حاجه مختلفه المره دي. فلما بقول كونسيلر هو نفس الكونسيلر اللي انا استعملته في اخر فيديو او الفيديوهات اللي قبل كده. فانا بستعمل هنا كونسيلر للعينين غير غير اللي انا استعملته على وشي، لان انا ببقى عايزه تغطيه اقوى شويه على الوش.
فده كريمي، كونسيلر كريمي اللي بستحمله تحت العينين. انا عايزه بس انور، يعني انا ما عنديش مشاكل قوي تحت العينين، ف مش عايزه حاجه تقيله، فبس حاجه تفتح شويه تحت العينين وتداري الانتفاخ. لسه صاحيين من النوم، صوتنا لسه عامل. فاني بحط بس حاجه بسيطه. وفي حاجه يعني اكتشفتها في الميك اب، يعني مش عارفه ليه الناس يعني مش بتعملها، ان كل ما بتحطي ميك اب اقل كل على فكره ما بيبقى احلى، يعني كل ما بيبقى اسهل في التوزيع وبيبقى شكل النتيجه احلى. انا بلاحظ ان انا لما بحط ميك اب خفيف بيبقى شكلي احلى بكتير، غير لما بحط بقى كونسيلر وفاونديشن وباودر والحاجات دي كلها. فانا مش عارفه الناس اللي بتحط ميك اب كتير بيستحملوا ازاي. بس anyway فاحنا وصلنا لحد كده. انا عايشه في امريكا. في ناس بتسالني انا متجوزه ولا لا. انا لست متزوجه. في كمان حد سالني انا بشتغل ايه. انا بشتغل هاوس كيبنج مانجر في اوتيل هنا، يعني هو اوتيل كبير مش هينفع اقول اسمه، بس دي شغلتي. انا مديره في فندق هنا. بس دي شغلتي الاساسيه، دي الدخل الاساسي بتاعي وشغلتي وبحبها، وكان طول عمري نفسي اشتغل في فندق، ويعني دي شغل يعني حلم الحياه، والحمد لله ان انا لقيته هنا في امريكا مش في مصر. بس اليوتيوب بالنسبه لي عباره عن هوايه، مش هوايه حتى اساسيه. انا عندي هوايه تانية اكتر يعني بحب اعملها اكتر، بس اليوتيوب يعني حاجة اكتشفتها مؤخرا، لان انا عايشة في امريكا وعايشة لوحدي كمان، ما عنديش عيلة هنا. وصعب ان انت تعملي اصحاب هنا. يعني انا عايشة هنا بقالي زي ما بقولكم 5 سنين. يعني ممكن اقول لكم ببساطة جدا انا ما عنديش صحاب، عادي جدا. بعرف ناس وعندي علاقات وكل حاجة، بس صحاب اللي هو زي في مصر كده حد تتكلمي معاه طول الوقت او تحكي له على كل حاجه، او لما تبقوا عايزين تعملوا حاجه تبقوا على طول يلا نخرج او يلا بنتكلم تعالوا عندي اروح عندكم. لا هنا ما فيش الكلام ده خالص. يعني مش عارفه انا المشكله فيا انا ولا هي العيشه في امريكا كده، بس انا لاحظت ناس كتير بتقول الموضوع دوت. بس انا كمان من النوع اللي ما بحبش ادخل ناس في حياتي كتير، يعني مش عايزه اقول بيكي، بس ما بحبش اسلوب اللي اي حد يجي في اي وقت ويكلمني في اي وقت يعني ليا حدود. فيمكن ده اللي بيطفش الناس مني تقريبا. يعني يمكن عشان انا مشغوله كمان، يعني ما عنديش وقت، فمش عايزه الناس تحس ان انا available all the time. يعني مش اي وقت تكلمني او اي حد يجراله حاجه هيلاقيني. يعني انا شويه متقوقعه، مش يعني انا اجتماعيه وكل حاجه والله، بس يعني بحب كده ابقى عارفه انا ليا وقتي وليا حاجتي ومكاني. ما بحبش ابقى اوبن كده مع اي حد. فبالنسبه لي اليوتيوب يعني دي كانت فرصه ان انا اغير الاسلوب ده، يبقى ليا ناس كده اتكلم معاهم في اي حاجه في اي وقت، ويتكلموا معايا في اي وقت، ويبعتوا لي مسجات او يبعتوا لي كومنتس او حتى تعليقات اللي هي اللي مش حلوه يعني او السلبيه، يعني برضو كويسه. يعني على الاقل في حد بياخد ودي معاك. انما هنا صعب الموضوع دوت. او انا خلصت كونسيلر تحت العين زي ما انتم شايفين، حاجه بسيطه خالص. هثبت دوت بباودر هنا، باودر ترانسلوسنت ملهاش اي لون، برضو حاجه بسيطه خالص يا دوب بس تثبته. وهو على فكره الكونسيلر ده حلو جدا مش محتاج حتى تثبيت، بس انا بحب شكل الباودر لما بتتحط عليه بتخليه يعني مطفي كده، بحبه بيفضل طول اليوم ما بيروحش في اي حته. بس وعلى العينين لان انا حاطين كونسيلر فوق العينين هستعمله كانه برايمر فوق العينين عشان الاي شادو. فانا بس هثبت كل ده بحاجه بسيطه. وعايزاكم تقولوا لي رايكم في الاضاءه. انا بحاول كل فيديو يعني اعدل حاجه معينه عشان اشوف لان انا عارفه في الناس بتشتكي تملي من الالوان ما بتظهرش، ومعاكم حق بصراحه. انا بلاحظ كل فيديو بصوره بتبقى الكواليتي حلوه وكل حاجه، بس الاضاءه بتضيع الالوان او الديتيلز اللي المفروض تظهر في الفيديو. فانا ما بقدرش اشوف ده وانا بصور،
فلما بقى انزل الفيديو بعد كده بكتشف بقى المصايب. بس انتوا قولوا لي رايكم، يعني في فيديو كان فيه الاضاءه قويه جدا، فدي انا يعني قفلت الشباك عندي وعدلت شويه كده في شويه حاجات عشان، وحتى غيرت الخلفيه عشان برضو يمكن ده ياثر شويه على الكواليتي بتاعه البيكتشر. فقولوا لي يعني، عرفوني عشان الحاجات دي بتفرق معايا. مش عايزه اروح اشتري اضاءه بصراحه، لان زي ما قلت لكم اليوتيوب بالنسبه لي هوايه، ما هوش حاجه اساسيه، فمش عايزه يعني invest money in it، لان مش هيجيني منه فلوس بالشكل اللي انا متخيله. anyway انا خلصت كده الباودر عندي، هوزع بس كده بالفرشه حاجه بسيطه عشان لو في حاجه متجمعه في مكان واحد اتاكد انه كلها اوكي. في ناس كتير بتعلق على حواجبي، شكل حواجبي غير شكل حواجبك، شكل حواجبك مش وحش. يا جماعه هو دي حواجبي كده، انا مولوده بيها كده، مش انا اللي رسماهم كده. يعني لو انا اللي رسماهم كان اسهل ان انا اغير في شكلهم، بس هم كده. اعمل لهم ايه؟ اوكي انا كده خلصت الوش كده تقريبا خلص. هبدا اشتغل على العينين. هستعمل النهارده عشان انا لابسه حاجه فيها ازرق، هعمل حاجه على موفيت. انا جربت الميك اب ده امبارح وعجبني جدا، وهقول لكم ليه عجبني، وهتلاحظوا مش عارفه هتلاحظوا ولا لا، بس في كان حاجه اكتشفتها كده مختلفه عن الطريقه اللي انا بعمل بيها الميك اب في العادي. هستعمل 3 درجات موف، هنا 1 2 3. عايزه اوريهم لكم جنب بعض عشان تعرفوا الفرق، لان انا لو وريتهم لكم واحد جنب واحد مش يعني واحد ورا واحد مش هتشوفوا قوي. فشايفين هنا اوكي. انا عندي هستعمل الدرجه دي اول حاجه، وبعدين الدرجه دي تاني حاجه، وبعدين الدرجه دي تالت حاجه. هما الاتنين دول قريبين من بعض، بس ده غامق شويه، يعني البنفسجي فيه اقوى شويه بس، ودوت زي ما انتم شايفين هنا يعني مط في مات موف مات. مش عايز يفوكس. anyway انا حبيت بس اوريهم لكم في الاول. فانا هبدا باللون ده الاول، دوت من لانكوم، وبفرشه كده من فرش سيجما اللي هي الفرشه بتاعت التوزيع. هاخد كده كميه كويسه، لان اللون ده مش غامق خالص، يعني مهما انا احط منه ما بحسش انه. وممكن اقرب الكاميرا عشان شويه. اوكي اللون اللي انا هستعمله اول حاجه هبدا عليه، اللي هو هستعمله كترانزيشن كولر، اللي هو هحطه من بره كده. وقلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده او في الفيديو الاخير عشان نعرف ازاي نحط على المنطقه ديت، بجيب المرايه بتاعتي ببص تحت وببدا احط. انا اوريدي متعوده على المنطقه ديت، فانا عارفه احط ازاي، مش محتاجه ان انا ابص في المرايه. بس هحط على الناحيتين واوزع عادي. يعني الميك اب مش محتاجه ان هو يبقى بيرفكت قوي، لان انا هدمج كل الالوان مع بعض بعدين. فانا بس اهم حاجه ان انا احط بره الدرجه الاولانيه واحاول اوزعها على بره. يعني شايفين الفرشه انا بوزع او الفوكس اوكي. بوزع على بره نفس الطريقه الناحيه التانية. اوكي تاني كده كويس، مجرد بس definition من فوق. الدرجة التانية اللي انا هستعملها هي الدرجة اللي هنا ديت من cover girl دوت. انا عندي في مشكلة مع البنفسجي اليومين دول، عندي كل حاجة عايزاها بنفسجي، حتى ضوافريني عاملاها deep purple. ايه رأيكم؟ كل حاجة عندي بنفسجي اليومين دول. بس اللون دوت انا هستعمله على الجفن المتحرك، وبرضه هوزعه، مش لازم اجيبه لحد قدام قوي،
بس يعني هوزع كده اغطي الكميه سوري المساحه اللي هي هنا دي كلها. وانا استعملت نفس الفرشه مش هغيرها لان انا كده كده هستعمل نفس الالوان وهدمج كله مع بعض في الاخر، مش هغير الفرش. بس بحط كده اهوت على الجفن المتحرك، وزي ما قلت مش لازم اجيبه لحد قدام قوي. وفي ناس كانت بتسألني انا دارسة ايه. انا دارسة في مصر، درست تاريخ فرعوني، آثار بقى وهرم وفراعنة وحاجات كده. وبعد كده اشتغلت يعني في المتحف المصري شوية، واشتغلت في شركة سياحة شوية. وبعد كده جيت امريكا بقى. ازاي جات لي منحة من السفارة الامريكية، وعلشان ادرس هنا لمدة سنة. يعني هم شافوا ان انا واحدة من الناس المتفوقين، فقرروا ان هم يدوني منحة لمدة سنة هنا في امريكا عشان ادرس اي حاجة انا عايزاها. فانا قررت ان انا ادرس السياحة. وفي ناس هتقولي ما انت دارسة آثار، ما هي لا يا جماعة بقى نركز بقى. السياحة حاجة والآثار حاجة والتاريخ حاجة. التاريخ بتدرسي التاريخ وحصل ايه في الفراعنة والأسرة الأولى والتانية، وازاي بنوا الهرم وازاي بنوا المعابد والديانات يعني تاريخ العالم اللي كانت عايشة في مصر قبل احنا من نحط عليهم. السياحة يعني حجز تذاكر سفر، يعني الناس اللي عايزة تسافر بقى في اي حتة، مش لازم في مصر بس، اللي عايز يسافر بقى في اي حتة حوالين العالم بيحتاج تذاكر سفر، حجز اوتيلات، حجز رحلات، كل الحاجات دي كلها. لان الناس كتير كانت تقول لي انتي دارسة سياحة، طب ما هي انتي دارسة آثار وتاريخ، طب ما هي السياحة. بس كده. فانا كده خلاص وزعت اللون التاني على الجبن المتحرك. اللون التالت بقى اللي هو اللون دوت هنا، اللي هو بنفسجي خالص يعني. هاخد منه كمية بسيطة لان اللون ده قوي شوية، بيقلب على ازرق، بيخلي عيني كأنها واخدة بنية، فانا مش عايزة اكتر منه قوي. بس هاجي على الكورنر من بره بيلموا الزبالة دلوقتي، حابك يلموا الزبالة دلوقتي. معلش انا فصلت الفيديو عشان بس كانت عربية الزبالة بتلم الزبالة، قرروا نلم الزبالة دلوقتي حالا. anyway انا ما عملتش اي حاجة، انا وقفت بس الفيديو. فانا حطيت اللون اللي هو البنفسجي الاخير دوت هنا من على الكورنر بس من بره، فهتلاقوا هنا شوية اللون البنفسجي باين اكتر من هنا. فهرجع واحط على الناحية التانية كمان. بس وهدمجه كده على النص. زي ما انتم شايفين انا مش حريصه قوي انا بحط فين وازاي، يعني انا مش لازم يبقى بيرفكت، لان الميك اب هيبقى نهاري، فالنهاري بيبقى تملي بسيط ويعني مدموج مع بعض. بس انا عايزه اعمل حاجه الالوان، توزيع الالوان يبقى كويس. فانا بالنسبه لي كده خلاص كده كويس. حاسه ان الفيديو الالوان هتطلع فيه غامقه، يعني انا مش عايزه اتنبأ بده، بس اذا حصل سوري. في حاجه انا بستعملها anyway هستعمل لون اسود، اي لون اسود ده هينفع بقى اي لون اسود او رمادي غامق، بس على الكورنرز من بره عشان بس اعمل definition، ابين الكسرة بتاعت الليلين اكتر، عشان وسط الالوان دي كلها الدنيا ضاعت. انا في لون اسود تاني كنت عايزه استعمله، بس انا مكسله اقوم اجيبه من على التسريحه، فاستعملت اللي موجود في الباليت هنا. بس اي لون اوكي مش هيفرق.
بس هوزعه برضو على برا، يعني احاول بقى على قد ما اقدر ان انا اوزع كل حاجة مع بعضها. بس مش لازم ابقى يعني حاجة مش بيرفكت اوي. باخد اللي فاضل في الفرشة عندي، بنزل بس على الجفن اللي تحت، لان انا في العادي لما بروح الشغل او بحط ميك اب للنهار مش بحب احط ايلاينر جوه العينين او ماسكارا. ساعات بحط ماسكارا بس ساعات في اغلب الوقت مش بحط. فبحاول ان انا يعني احط الاي شادو تحت العينين، بيدي شويه يعني تحديد تحت العينين. ما بحبش احط ايلاينر لما بروح الشغل، لان انا بقعد وقت طويل جدا في الشغل، يعني ممكن توصل بال 12 ساعه. ف هتقولي ايلاينر بعد 12 ساعه هيفضل زي ما هو، ده مستحيل. عشان كده ما برضاش احطه عشان ما يبقاش عينيا بقى تسيح وحالتي تبقى حاله. وانا ما عنديش وقت اصلا في الشغل ان انا اروح بقى ايه اعدل الميك اب شويه والكلام ده. فاللي انا بحطه الصبح هو ده اللي لازم يفضل موجود على وشي لحد اخر اليوم. فبحاول ان انا ابقى بسيطه شويه ويعني الموضوع كله ان انا بظبط بس شكلي يبقى فريش. دي اهم حاجة عندي، انما مش لازم يبقى بقى مرسوم وعينين والحاجات دي عشان مش هينفع الكلام ده. بس فانا بحاول اوزع على قد ما اقدر. خلي كده كويس. اوكي بعد كده التريك اللي انا كنت بقول لكم عليها اللي انا اكتشفتها. هرجع بس الفيديو عشان محبش الزول. اوكي كده الاضاءة احلى. اوكي التريك اللي انا اكتشفتها عشان تعملي سموكي اي، انا في العادي كنت بستعمل لون ولون غامق. يعني لما اعمل سموكي مثلا عايزاه على بنيات بستعمل اي شادو بني، وفي الكسر هنا بحط اسود او بني غامق عشان تديني افكت الايه. بس اللي اكتشفته ان تأثير السموكي بيبقى احلى بكتير وبيبقى طبيعي بكتير لما بنستعمل الوان اكتر. يعني لو انا مثلا زي النهارده مثلا انا عايزه، لو انا قبل كده مثلا كنت عايزه اعمل نفس اللوك ديت اللي هي سموكي بيربل او بنفسجي، كنت هستعمل لون بنفسجي على الجفن المتحرك ولون بنفسجي غامق من بره او لون اسود من بره. بس ما كانش بيديني، وبدمج الاتنين مع بعض بس يعني كان بيبقى حلو كل حاجه. بس انا اكتشفت ان انا لو استعملت زي النهارده مثلا 3 درجات مختلفه من البنفسجي بيبقى التأثير احلى بكتير. بس انا حبيت بس اشير المعلومه المهمه دي معاكم. فجربي لو انت مثلا متعوده ان انت تستعملي لون واحد، استعملي او لونين مثلا في العينين، استعملي نفس اللون بس بكذا درجه مختلفه وهتشوفي فرق فظيع. بيبقى طريقه التوزيع حتى بيبان ان هو متوزع اسهل غير لما انا اقعد اوزع بايدي. يعني بيوفر وقت كتير جدا من ان انا اقعد اوزع اللون نفسه، ان انا احط 3 درجات مختلفين احسن. بعد كده انا هعمل البرونزر. وانا في العادي في الصبح مفيش بقى لا كونتور ولا الكلام دوت، فهو بس ببرونزر من سلمى حايك. في ناس كانوا بيسألوني عليه، انا مش عارفة اذا كان يعني متوفر في كل حتة ولا لا، بس انا عندي هنا في امريكا تقريبا كنت جايباه $12 لو مش غلطانة، كان $12 وموجود في لامز او CVS او والجرين، يعني في حتى اللي هي والمارت، في الاماكن اللي هي السوبر ماركتس العادية. مش عارفة موجود بقى في السعودية ومصر والكلام دوت ولا لأ، بس هو اسمه نوانس من سلمى حايك، وسعره بقى معرفش هيبقى بكام في الاماكن ديت. بس يعني دلوقتي انا شايفة ناس كتير جدا يعني بيعملوا حاجات اونلاين. فيعني لو انت مثلا في منتج عايزاه وعارفة انه مش بيتباع في البلد، يعني عادي ادخلي بقى على امازون اوردر اونلاين. اوكي وصلت فين لحد قصة حياتي. بس جيت هنا على منحة برضه زبالة تاني، مش لما
بلم الزبالة من على الناحية التانية من الشارع. بس فانا عايشه هنا في امريكا في ولايه هاواي. عشان في ناس كتير مش بتصدق ان انا عايشه في هاواي، فهي ولايه هاواي. اعملوا لها جوجل كده. هي بلد والله زي اي بلد. هي عباره عن جزيره في المحيط الباسيفيك، وهي جزيره من مجموعه جزر. يعني انا كنت فاكره هاواي هي بس جزيره واحده، بس هي حوالي ست جزر كلهم تبع نفس الولاية. ودي جزء من امريكا على فكرة، عشان في ناس كتير بتقول انها مش تبع امريكا. لا، هي ولاية، هي الولاية رقم 50 في امريكا، زيها زي نيويورك وكاليفورنيا وتكساس والحاجات دي. بس هي برا، يعني امريكا مثلا في قارة امريكا الشمالية، هاواي دي برا في المحيط، عشان هي جزيرة فهي برا في المية بس. اوكي، انا بوزع هنا البرونزر زي ما انتم شايفين، بس بوزعه كله، مش عايزة اي تحديد. بس في تركة تانية انا بستعملها تملي في الشغل لما ببقى مزنوقة في بلاشر ومعيش بلاشر، بس معايا تملي بشيل معايا ليبستيك. وانا بشيل ليبستيك مش بس عشان شفايف، بس بحب اشيله عشان بستعمله كبلاشر، بالذات اللي هو دوت من ميبلين ميك مي بينك. ده يعني لايف سيفر، يعني ده لازم يبقى معاكي في اي حته في اي وقت. هينفعك اي شادو، ينفعك ليبستيك، وينفعك بلاشر. فانا بعمل ايه؟ بجيبه، شايفين لونه زي ما هو انتوا شايفين كده، مش قوي خالص، لونه بني عادي. ان انا بعمله ان انا بحط صباعيني عند مناخيري من هنا كده، وبحط شويه من اللي هو الاحمر الشفايفي دوت الناحيه التانية برضو عند الانف كده. حط بس دايره صغيره على قد مثلا قد بصمه الصباع كده، مش كتير. لو عايز تاني بزود، بس يعني ببدأ كده بحاجة بسيطة وبصوابعي، مش محتاجة فرشة ولا اي حاجة. بصوابعي نتأكد بس ان هم نضاف، لان ساعات بمسك كحل او بمسك فرش مش نضيفة وكده، وارجع احط على وشي والاقي حاجات دي جت منين معرفش. فاتأكد بس ان ايدي نضيفة. وبصوابعي، صباعي اللي هو اللي في النص، يعني سوري ان انا هستعمل الصباع ده، بس يعني هو ده اسهل حاجة. بس بطبطب كده عليه وبطلع على بر، بطبطب واطلع على بر، ومش بنزل على كده، لا انا بطلع على فوق. يعني شايفين العظمه بتاعه الخد، بس بحاول اخد اللون واطلع على ورا، ما اطلعش لقدام، لان لو طلعت لقدام شكل الوش هيتغير خالص، هيبان مش طبيعي خالص. فبس بوزع على قد ما اقدر واطلع كده على ورا العظمه بتاعه الخد. وانا بحب استعمل صباعي لحاجتين. اولا لان صباعي بحس ان انا بحس فين العظمه بتاعت الوش وفين هحط اللون. بالفرشه ما بقدرش يعني احدد فين العظمه بالظبط، انما كده انا عارفه فين عظمه وشي بالظبط وبحط عليه. تاني حاجه السخونيه اللي بتطلع من ايديا بتساعد في التوزيع، بتسيح الاحمر او الليبستيك وبتساعد في التوزيع. بس انا كده هوزع كله على الناحيتين زي ما انتم شايفين. التأثير بتاع ان انا لما استعمل لابستيك كبلاشر مهول، مش ممكن. يعني بصراحة احسن بلاشر ممكن تستعمليه هو ممكن يكون، انا ما استعملتش كريمي قبل كده، بس بتهيألي كريمي هيبقى نفس الافكت. بس مش ممكن، بيبان طبيعي بدرجة. بس اكيد يعني الرك على اللون، متجيش تستعملي لون بيربل مثلا وتتوقعي ان هو هيبان طبيعي على وشك. بس لون زي دوت لما بيتحط، انا في ناس كتير جدا لما بعمل الحركة ديت
ويقولوا لي انت وشك مرض ان انت بتلعبي رياضه، او انت لسه جايه واخده دش سخن، او طالعه من الساونا، لان الوش بيبان يعني عارفين كده البيبيهات لما بيبقوا وشهم تملي مورد كده واحمر، هو ده. فانا بالتالي ده هيبقى حلو جدا 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 في الشتاء للناس اللي عايزه يبقى وشها، لان الشتاء الواحد بيبقى سعان بقى ومفيش دوره دمويه خالص في الجسم، فتعملي الحركه دي تخلي وشك منور وحلو ومورد كده وما بيبانش ان هو فيك. بالذات كمان لو حطيتيه في زي ما انا بحط صباعيني هنا وبحطه هنا، بيبان ان طبيعي، مش بلاشر بقى اللي هو بحطه على عظمه الخد والكونتور والكلام ده. فجربي الحركه دي 100%، مش هتبطليها. حتى لو مش حاطه اي ميك اب خالص وبتعملي بس كده، بيبان الوش طبيعي جدا. لما عارفه لما تبقي لسه خارجه مثلا من الجيم بقى ولعبه رياضه ووشك كده محمر، هو ده بس. فدي حاجه كده. في حاجه كمان لبس. انا اللبس بصراحه بستعمل حاجه رهيبه. انا اول مره اجيب زبده كاكاو او شابستيك، واحس ان هي فعلا بترطب البشره. دي من ماركة شابستيك. اوكي، هي ده بيبقى شكلها، ودي المفروض بال 100% natural lips care soothing vanilla شابستيك. بس هي عبارة عن زبدة كاكاو عادية وشفافة ملهاش اي لون، بس حلوه جدا 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 جدا. بحطها بحس ان شفافي عامله زي يعني شايفين انا كنت حطها من قبل ما ابدا تصوير الفيديو، رطبه، وتحسوا ان هي حتى في يعني في الكاميرا مش مبينه قوي، بس في العادي بحس ان هي فيها لمعه كده، تحس انها طبيعيه، يعني طبيعيه بس حلوه، كان واحد هيلثي وشباب كده لسه في 18 سنه 12 سنه. فبحبها جدا جدا، وحلوه كمان من النوع. يعني انا في العادي تجربتي مع الشابستيكس ان انا لما بحطها خلال اليوم بتنشف لي شفايفي اكتر، دي لا، دي بحطها خلال اليوم بترطب فعلا الشفايف بس. فده اللي انا حاطاه هنا دلوقتي. بس ممكن احط سيسمي، بس همسحها كده بسيط. وهجيب انا حطيت الكامبو ده امبارح، هيروين من ماك. انا بحب احط كده يعني بشكل عشوائي، وبعد كده بجيب فرشه وابدا من بره بحدد بفرشه. انا النهارده مشوار من ضمن المشاوير اللي هخلصها ان انا عايزه اجدد الاشتراك بتاع الباص، فعشان اعمل اشتراك الباص لازم اتصور، فعشان كده لازم احط ميك اب. انا في العاده ما بحطش ميك اب في ايام اجازتي بصراحه، بحب انزل كده ببقى يوم الاجازه من كل حاجه، من الشغل ومن الميك اب ومن اللبس من كل حاجه، فبلبس اي حاجه وبنزل كده بشعري اي حاجه. بس النهارده عشان زي ما قلت لكم لازم هتصور عشان الاشتراك بتاع الباص. ايه بدأت اجوع. اوكي زي ما انتم شايفين بسيط جدا خالص. انا بقالي كتير يعني الكلمه دي بتتكرر، مش عارفه لو انتوا لاحظتوا، انا على طول في الفيديوهات بتاعتي بقعد اقول بسيط، وحتى الميك اب اللي انا بعمله في اغلب الوقت بيبقى بسيط، حاجه بسيطه. فتقريبا هغير اسم القناه واخليه ببساطه، او حاجه ليها علاقه، مش عارفه. انا لسه بصراحه بدور على يعني هدف للقناه، يعني انا في مرحله، عشان كده اعذروني لو انا يعني تحسوا ان انا مش مفيش ثيم معين او حاجه معينه انا ماشيه. يعني في ناس بحس ان قنواتهم
اورجانيك وهيلثي لايف ستايل وفيجن ومش عارفه بيركزوا في الحاجات دي، او ميك اب بروفيشنال قوي وحاجات يعني واو وجلام وكده فبيركزوا في الحته دي، او ناس ليها علاقه بالدي اي وايز او اللي هي حاجه اصنعي بنفسك والكلام ده. فانا بصراحه يعني هتلاقوني كده بحط فيديوهات عشوائيه من هنا لهنا. انا بس يعني بشير انا حياتي عامله ازاي والميك اب اللي انا بستعمله واللبس اللي انا بلبسه واكل اللي انا باكله وحاجات كده لحد ما الاقي هدف ان شاء الله. بس زي ما قلت it's all for fun، مش عشان مش دي شغلتي يعني. انا بس بحب زي ما انا حطيت كونسيلر تحت العينين وثبته باودر، برضو البلاشر انا في العادي honestly مش بحط اي حاجه، انا بحطه كده وبنزل كده، بس انا مش عارفه النهارده حاسه ان انا عايزه اثبته بباودر، فانا هستعمل بلاشر برضو لونه فاتح جدا بس كده حاجه بسيطه. وخلي بالك ان هو لو استعملتي الليبستيك كبلاشر بيبقى فيه شويه لمع ومش وحش، اللمعه يعني كويسه ان هي سوري على الدوشه. بيبقى كأن الوش هيلثي وديوي، بس لو انت مش بتحبي ده او بشرتك فيها يعني مشاكل كتيره فانت اللمعه مش هتبقى في صالحك، فانصحك ان انت تستعملي باودر بعديها عشان تطفي بس اللمعه دي، وفي نفس الوقت انت بتحافظي على اللون لانك هتستعملي بلاشر نفس اللون. بس كده ووزع كل حاجه مع بعضها، البرونزر مع البلاشر. بس ممكن بقى تستعملي بعد كده ماسكارا او ايلاينر، انا مش هحط مش عايز. بس وده كده الشكل النهائي، ده شكل الميك اب اللي انا تقريبا بحطه كل يوم، يعني مش نفس الالوان بس نفس الفكره ونفس الكونسبت، لان ما بيبقاش عندي وقت الصبح طبعا، وببقى عايزه حاجه تفضل معايا طول النهار ويفضل شكلها برضو طبيعي، مش عايزه ابدا اول اليوم شكلي واو وميك اب وايلاينر ولاشز وكل الحاجات دي وعلى اخر اليوم اتحول وابقى زومبي، فعشان كده بحاول افضل في المتوسط. بس واتمنى كل المعلومات اللي انا قلتها لكم تكون جاوبت على اسئلتكم. لو عندكم اي اسئله تانية اكيد ما تترددوش ان تسالوها لي، وتابعوني على الفيسبوك، انا بحط صور برضو حاجات في حياتي العاديه لو عايزين تعرفوا عني حاجات اكتر. وان شاء الله يبقى في مفاجاه قريب، فيديو كولابوريشن يا رب يحصل. بقالي فتره انا واحده صاحبتي على اليوتيوب عايزين نعمل فيديو كولابوريشن، فيا رب يا مسهل يا مسهل. بس انا متاكده ان انتوا كمان تعرفوها وبتحبوها وبتشوفوا فيديوهاتها، فان شاء الله يبقى في اي حاجه قريب بيني وبينها، ولحد ما اشوفكم المره الجايه I love you واشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.